السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وشرفتوني على القناة الخاصة بيا، وهنبتدي سلسلة حلقات كتيرة جدا هنتكلم في حاجات عامة وحاجات بحرية وحاجات تخصك إن شاء الله بإذنك يا رب. وحبيت أبتدي بيها ليه الأباطين والمهندسين مش بتحب الاي اس ام، بتحبه أو بتكرهه، ده اللي هيبان خلال الحلقات. وحبيت أبتدي بجملة كده هنبني عليها الموضوع بتاعنا، بس عايز أقول لك اختصار صغير كده عن الاي اس ام اللي أنا هعمله. الاي اس ام عندنا بيتكون من بارت A وبارت B. أنا هاخد بارت A وأشرحه لك كده في سلسله حلقات ان شاء الله باذن الله 3 حلقات، وبارت بي هنشرحه برده في حلقه لوحده خاصه، هيبقى المجموع 4 حلقات باذن الله وحده. النهارده هنشرح 4 قواعد من بارت اي بيلم كل الموضوع. الجمله اللي عايز ابني لك عليها الحدث بتاعنا النهارده: لو انت بتكره اي وظيفه في العالم او بتكره الاي اس ام، اوعى تكون مفكر ان الناس المعنيه بالوظيفه دي او الناس اللي بتشتغل في الوظيفه ديت او المنظمات اللي معنيه بالمجال ده او كل الناس اللي ليها فلوس او مصالح شخصيه او مصالح حكوميه ومصالح عالميه هتسيبك كده تعمل الخطا في الوظيفه ديت وتعديها. لا، ده لازم يعملوا اي حاجه من وجهه نظرك ان هي هتضايقك عشان يضمنوا سلامه الوظيفه دي تفضل مكمله، عشان دي فيها مصالح عامه. وجه الاي اس ام عشان ينظم الموضوع ده. الاي اس ام جه ينظم كل الاتفاقيات اللي موجوده على السفن بشكل فيه نظام وهيكله وشكل معني للشركات بالاخص انها تنظم على السفن بتاعتها. هنتكلم عن الاي اس ام النهارده اللي هو الانترناشونال سيفتي مانجمنت كود. وكود مسوده ديت، مسوده دي مش لازم كل المنظمات تمضي عليها او مش لازم اساسا تبص لها، لا دي المنظمه المعنيه زي المنظمه البحريه مع بعض المنظمات هنبدا نعمل حاجه اسمها الكود اللي هو الاي اس ام. لما تفتح الاي اس ام كده هتلاقي فيه بارت ايه اللي هو الجنرال معانا زي ما باين عندك في الصور، وهيتكلم معاك في الديفينيشن. الديفينيشن دي مصطلحات هو هيستخدمها خلال الكود اللي احنا هنبدا نشرحه النهارده، والكود ده هيكون فيه المصطلحات دي، مش هيعيد لك شرحها تاني، هو هيشرحها لك في الاول. وعود نفسك كده اول ما تفتح اي اتفاقيه او مسوده او ايا كان نشره هيقول لك ايه المصطلح اللي انا ممكن استخدمه هنا، ايه الكلمه اللي انا هعيدها هنا كتير، او ايه الكلمه اللي ممكن تشوفها ممكن ما تبقاش فاهم معناها او اختصار معين. فهو شرح لك هنا يعني ايه انترناشونال سيفتي مانجمنت، يعني ايه كومباني نيم، يعني ايه ادمنستريشن سيفتي مانجمنت سيستم، دوكيمنت كومبرنس، نون كونفورميتي، اوبزرفيشن، كونفنشن. مش وقته ان احنا نشرح الحاجات ديت لان هناخد فيها وقت طويل، لا مش مهم عندنا. المهم عندي الاوبجكتيف اللي هو الغرض بتاع الاي اس ام، وده اهم حاجه هنبدا عليه الحلقه بتاعت النهارده. الاي اس ام اكيد ليه غرض معين عايز يقدمه. الغرض ده اللي هو المسوده ديت اللي هي تو انشور سيفتي اوف او سيفتي ات سي، عن طريق ايه؟ ان الهيومن انجري، الاصابات اللي بتحصل في المركب اللي بتؤدي للوز اوف لايف، انها ما تحصلش. ازاي؟ وده اللي هينظمه بشكل معني. وان هو كمان avoidance of damage of environment. الانفايرمنت، الحياه البيئيه كلها او الحياه البحريه، البيئه عامه كلها او البيئه اللي انت بتمشي فيها بحر جو بر، مش عايزين نحصل فيها اي دامج او مخاطر تؤدي لدمج. ليه؟ لان شركات التامين زي ما قلت لك كانت زمان كانت معنيه ان السفن دي عايزه تضمن ان الثقه او يكون عندها ثقه اكبر ان الحاجات بتاعت الشركات هتبقى او الاتفاقات اللي على الشركات او على السفن بالذات تكون بتطبق بشكل. قال لك وكمان المارين انفايرمنت اللي هو الحياه البحريه اللي انت اصلا بنسبه 80% بتبقى السفينه متواجده فيها، وبنسبه 80% اللي ممكن يحصل فيها مشاكل وممكن تؤدي لمشاكل كبيره جدا. السيفتي مانجمنت اوبجكتيف اوف كومباني شود ايه بقى؟ ايه بقى الحاجات اللي هم لازم يكونوا متواجدين فيها؟ اول حاجه ان هو الشيب اوبريشن تكون بروفايد بشكل كويس جدا. اي مركب تعمل لها نظام تشغيل يكون نظام التشغيل ده واضح في سيف وركينج انفايرمنت، في حياه عمل بيئيه صالحه، ده اللي هتقوم بيه الشركه. تاني حاجه ان هو الريسك تو الشيبس، ايه المخاطر اللي هتقابل السفن بتاعتك دي تحددها، اللي هو زي الشيب كونتنجنسي، زي الحاجات كتيره جدا اللي احنا هناخدها بشكل بسيط، والحاجات اللي هتقابل الاشخاص والانفايرمنت نفسها، وتعمل حاجه زي كده وتوريها لي نفسها. وبعد كده تعمل امبروف اوف سيفتي مانجمنت سيستم بتاعك، دايما تطور منه، اللي احنا بنشوفه في الريفيجن نمبر والحاجات اللي هي الشركات بتعملها في الاي اس ام ديبارتمنت، دايما بيطوروا. ويكون في سكيلز في البيرسونال شورز ومهارات اللي موجوده على السفن، ناس عندها مهارات في الشركه وناس عندها مهارات على السفن نفسها. بعد كده كمان emergency، الحاجات اللي ممكن يحصل منها طوارئ، انت مستعد لها بشكل عامل ازاي؟ كل ده توريهولي في شكل مانوالز، بوليسي، كمباني دوكيومنتس، انفايرمنت، حاجات من اللي بنشوفها على المراكب. كل ده لازم رولز لازم توريهم لي بشكل بسيط. دول 3 قواعد هنبني عليهم الغرض بتاع الاي اس ام. بعد كده قال لك السيفتي مانجمنت سيستم شود انشور، السيستم بقى اللي انت هتعمله، دول اللي هيتبنى عليهم الاي اس ام، لكن دول شود انشور بقى
لازم تكون متاكد ان هو mandatory rules والريجوليشنز هو معاهم، بيحتوي على الحاجات دي كلها اللي هي زي الاتفاقيات والاكواد والمسودات، هو نفسه بيبقى compliance اللي هو بيحتوي على الكلام ده كله. بعد كده عندك الابليكابل كودز، الجايدنس والستاندرد ريكومندد باي اورجانيزيشن ادمنستريشن كلاسيفيكيشن، كل السوسايتي والكلاسيفيكيشن والادمنستريشن الحاجات اللي هم بيطلعوها والنشرات، انت كمان لازم يكون الغرض بتاع السيفتي مانجمنت سيستم اللي انت هتعمله للمركب او للنوع الاسطوري اللي عندك كله يكون برضو بيحتوي على البيانات والقواعد بتاعه الادمنستريشن اللي انت شغال معاها او الكلاسيفيكيشن اللي انت شغال معاها. التطبيق بتاع الكود هتلاقي في 1.3 بيقول لك ان هو على كل السفن، للدرجه على كل السفن. ايوه، متعود انت لما تشوف اي اتفاقيه بيقول لك المراكب اللي فوق 500 طن، المراكب اللي بتبقى في الاوبن سي، لا هنا على كل السفن. ليه؟ لان كل السفن لازم يكون عندها سيفتي مانجمنت سيستم، ساحلي مش ساحلي لازم يكون عنده سيفتي مانجمنت سيستم، لان ده بيتعامل زي ما قلت لك مصالح عامه. الخصائص بتاعه المانجمنت سيستم اللي انت هتقدمه ده، الكمباني لازم شوت ديفلوبمنت، تطور من الاي اس ام اللي موجود على السفن. ازاي؟ ان السيفتي انفايرمنت بروتكشن بوليسي هتعمل شويه بوليسي اللي احنا بنشوفهم، تنظم بيهم الحياه عندك في المراكب وتنظم بيهم حياه الاشخاص نفسها، وتوضح انت البوليسي بتاعتك عامله ازاي. وبعد كده انستراكشن اند بروسيجر تو انشور سيف اوبريشن، قلنا السيف اوبريشن اللي انت هتقدمها تعمل لها تعليمات ودوات خطوات عمليه تكون موجوده على السفن. Define levels of authority and lines of communication between اللي هو الشور والسبورت بيرسونال اللي احنا بنشوفها. لو حصل اي حادثه هتكلم مين، لو حصل مين انت هتوصل لمين، لو فين هتخاطب مين، وده كله بنشوفه على المراكب دايما، اللي هو ده السيستم بتاع الكود نفسه. بروسيجر اوف ريبورتنج اكسيدنت، ودي المهمه جدا لينا بقى. انت هتقدم او يعني هتوصل الحادثه ازاي للشركات او للمواني او لشركات التامين او للشارتر اللي عندك، ايا كان الريبورت سيستم اللي هيبقى عامل عندك ازاي. عشان كده الاي اس ام معني بالكلام ده كله. بعد انت ما عملت كل دول في الامرجنسي سيتويشنز وعملت الريسبوندنج سيستم اللي عندك، وان انت عرفت خطه الطوارئ وكل الحاجه دي، لازم تعمل لي انترنال اوديت اند مانجمنت ريفيو. مانجمنت ريفيو هيقوم بيه الناس اللي على السفن، والانترنال اوديت هيقوم بيه الناس من خارج المكان، ان هم يجوا يبصوا على النظام اللي على المركب نفسه او على الشركه نفسها هل بيقوم بالشكل الصحيح ولا لا. السيفتي اند انفايرمنتال بوليسي هيحتوي على حاجات، البوليسي اللي انت هتعملها او السيفتي بوليسي، كل البوليسي اللي انت بتشوفها على المراكب اللي انت بتمضي عليها وانت ما بتقراهاش دي كلها لازم تكون لها شكل معين هنا في الاي اس ام. زي بيقول لك ايه ده، الشركه لازم تكون establish safety and environmental protection policy which describe how to objective given، يعني لازم تكون في مغطيه لو حصل اي حاجه ايه اللي هتعمله. company should ensure the policy ديت maintain at all levels of organization، كل المستويات، يعني اي حاجه المركب دي فيها مخاطر معينه بتوصل لمستويات معينه، بتوصل لحاجه معينه، لازم يغطيها كلها البوليسي اللي انت هتعملها. زي ما انت بتشوف اللي عندك الميديا بوليسي والبروتكشن بوليسي والكالتشر بوليسي، كل دول لازم يكونوا مغطين كل الليفلز اللي عندك. الكمباني ريسبونسابيلتي اند اثوريتي، احنا جينا للرقم 3 ودي مهمه جدا. الشركه المسؤوليه بتاعتها ايه هي والمنظمه مع بعض، او المنظمه اللي بتدير السفينه او الادمنستريشن اللي بيدير السفينه، ايه هم بقى؟ Who responsible for operation of the ship is other than the owner. يعني بيشرح لك لو المركب نفسها بيبقى عليها حد تاني غير الاونر مثلا بيديرها، فهيكون ده الراجل ده اللي معني ان هو ريبورت بالفول نيم والديتيلز such entry in the administration. لازم يكون معرف الادمنستريشن لو حد تاني بيدير المركب او بيدير الاسطول ده يكون متعرف عندهم. The company should define the document of responsibility authority. البيان ده على فكره مش هيهمك قوي وهو مش هيهمني قوي، لان الشركه لازم من الاخر كده يكون عليها مسؤوليات معينه هي والاثوريتي تقدمها خلال النظام اللي هتعمله في السيفتي مانجمنت سيستم. احنا هندخل على طول بعد ما عرفت، بص انت شفت الخصائص وشفت الغرض قصدي والخصائص بتاعه الاي اس ام، اللي هو الراجل بيقول لك انا الاي اس ام هو جاي اقدم لك الشكل المعين ده اللي هتبني عليه حياتك كلها في البحر. رجع قال لك الكمباني ريسبونسابيلتي، وبعد ما قال لك البوليسي فقال لك الكمباني ريسبونسابيلتي، هيدخل بقى احنا عايزين نعمل حلقه وصل بين كل الكلام اللي فوق ده وبين المركب. وده كان افضل حاجه عملتها الاي اس ام في وجهه نظري، اللي هو الكود ده. قال لك الديزيجنيتد بيرسون، الراجل اللي هو هيبقى معني ان هو يطبق الحاجات دي على السفينه، ويكون
حلقه وصل ما بينه وبين الشركه والسفينه. ده الراجل بقى ده مين؟ الديزيجنيتد بيرسون اللي هو احنا بنشوفيه اللي بنسميه الدي بي اي. ماله؟ to ensure the safe operation of each ship. يعني الراجل ده ممكن يكون معني بمراكب كتير باسطول معين، ويكون هو الدي بي اي بتاعه لازم يكون متاكد ان كل مركب بتمشي بالسيف اوبريشن بتاعها. to provide the link between the company and on board. الناس اللي في الشركه وحلقه وصل لينك ما بين الشركه وما بين المركب. وراجع قال لك every company as ايه بقى بتعمل ايه؟ should designate person. لازم الشخص ده اللي هو بياخد بقى شهادات وحاجات مني، لازم الشركه هي اللي تعينه بنفسها، ما يكونش متعين من اي سلطه تانية او من اي مكان تاني او حد يقترح نيم. لا، الشركه هي اللي بتقول ان الشركه ده هو الشخص ده هو اللي هيكون الدي بي اي بتاعي، وهو اللي هيكون قدام كل السلطات او قدام كل الناس هو ده المسؤول ان هو السيف اوبريشن. والمراكب تكون عارفه الاسم بتاعه والارقام بتاعته والتليفون اللي احنا بنشوفها دايما. وكمان يكون هو بقى ايه بقى؟ person sure having direct access، عنده كل الصلاحيات in highest level انه يقوم بكل الاشكال، ويكون في كل حاجه بتخص المركب هو يكون معني بيها. all level the management. The responsibility and authority of designated person or person should include ان هو يشوف ان الحاجات السيفتي اللي على المركب بتطبق بالشكل الصحيح، والحاجات اللي بتمنع الانفايرمنت ان هو يتاذى زي مثلا بوليوشن او حاجات من دي تكون برضه بتقدم بالشكل الصحيح. ويكون معني بالاشخاص اللي على السفينه ان هم عايشين في حياه كويسه على المراكب، ويكون بيقدم لهم سبورت ودعم. ويكون هو كمان في حاله اي حد محتاج لمساعده على المركب ايا كان مين هو الشخص يكون برضه ابليكابل معاه. ويكون عنده الريسورس كلها اللي في الشركه اللي بتقدم مثلا اي لينك عايز يوصل لهنا للماليات للاي تي لاي حد، يكون عنده الريسورس دي كلها وعنده القوه وعنده الصلاحيات اللي تقدم حياه صالحه على المركب. لحد هنا هنوصل للديزيجنيتد بيرسون، واكون اتمنى شرحت لك الاربع قواعد دول. راجعهم تاني معايا لو انت حبيت. عندك الديفينيشنز ابقى اقراهم زي ما قلت لك، هتلاقي شرح لك بعض التعريفات اللي انت ممكن تكون عارفها اساسا من غير اي حاجه. يعني ايه كونفنشن، يعني ايه كومباني، مش هيهمك. عندك تاني حاجه اللي هو قال لك الاوبجيكتيف اللي احنا عرفناه ان الاي اس ام معني بالغرض بتاعه ان هو يحمي ان المراكب والشركات من الاخطاء اللي ممكن تحصل بشكل صحيح وشكل هيكلي احنا بنسميه اللي هو بيبر وورك. لا، هو مش بيبر وورك بس، هو حاجه بتحمي المصالح العامه كلها، مش مطلوقه كده. اصل انا بطبق سولس، طب بتطبقه ازاي؟ محدش عارف. اصل انا بطبق البوليوشن، بطبق يعني الماربل، طب انت بتطبقها ازاي؟ محدش عارف. طب انا عملت دي ازاي؟ طب انا عملت التدريب ده ازاي؟ عملت التريننج ده ازاي؟ كل ده هيبان في الخطوات اللي جايه. هنبتدي في القاعده رقم 5 ان شاء الله من الحلقه الجايه، بعد ما وصلنا عند الديزيجنيتد بيرسون اللي هو اهم شخص اتعمل في الكود ده، وان هو اخر حاجه وصل لها الاي اس ام ان يكون في شخص ليه لينك بين الشركه والمركب. اتمنى اكون قدمت لك حاجه صغيره حتى لو 5% تكون فادتك. تابعنا في الحلقات وسلسله الحلقات اللي جايه ان شاء الله باذنك يا رب. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في الحلقه الثانيه ان شاء الله في بارت ايه هتنزل قريب على طول. تابع معانا.